راغب علامة اللي عنده بكل عرس قرص، بس هالمرة القرص محروق. ما عاد في نصر الله ان شاء الله. افتحنا من ربه. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الحمد لله. الله يحفظكم، تسلم. انت صار فيكم ترجعوا بيروت الله. وما في شك حبيبي، اول ناس ان شاء الله بكون متواجد. حبيبي الله يحفظك. واهتم لي بجمالك. المثير بالموضوع واللي بفكر فيه من وقت ما شفت راغب إنه كيف راغب علامة قاعد عم بفضفض مع عبد الله بالخير. يا زلمة، والغريب في الامر ما قدرت اميز ان هذا خدعه وان هذا ذكاء اصطناعي وان هذا مو بالفنان راغب اصلا، لكن هو بعد سايرني في الكلام، وكل ما اقول لي في التلفزيون نشاطك وفي لبنان ويقول لي هي وانا مندمج في الموضوع. والجزء المضحك بالموضوع إنه راغب علامة طلع وحكى إنه الفيديو مفبرة والاتصال بالذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي بيبكي بالزاوية، شماعة اللي ما إله شماعة. يا أخي شو بدنا نرجع نعيد قصة هبة نور ما لحقنا ننساها من يومين؟ أنا ما عم بحكي سياسة، قاعد بأعلى مصافي العالم بدي رد على ناس تحت الأرض. والمضحك الأكثر بالموضوع عبد الله بالخير بعد ما جاب راغب علامة بحوض النعنع طلع وبيحكي: آسف صديقي، ما كنت أعرف أنا تعرضت لخدعة من الذكاء الاصطناعي. المكالمة كان كلها ود وسلام ويسلم لي جمالك، اهتم بجمالك. وسألونا وين كنتوا وليش ما كبرتوا انتوا نقول نسينا. عبد الله بالخير يا صديقي، هو الإشي الوحيد اللي ممكن أصدق إنه ذكاء اصطناعي هو رقصاتك، لأنه هو الإشي الوحيد اللي ممكن عن جد يتصدق إنه ذكاء اصطناعي. لأنه سامحني، يعني المكالمة اللي سمعناها ما إلها دخل بأي شتى الوسائل بالذكاء. يعني كيف ممكن حدا يصدق إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل فضفضة بين راغب علامة وعبد الله بالخير؟ طبعا هالكلام أشعل الدنيا، ومناصري حزب الله طلعوا وكسروا مدرسته اللي بيملكها ببيروت أو بلبنان، وكتبوا على الجدران وأحرقوها، وصارت قصة إلها أول ما إلها آخر على السوشيال ميديا ضد راغب علامة وتصريحاته. في كمان كان في ناس مؤيدة أكيد. وهون صراحة لا يسعني إلا أن أذكر إليسا بموقفها يلي طلعت حكت فيه، وما حطت اللوم على أي شماعة، وكررته بأكثر من لقاء وما كان عندها مشكلة فيه. إسرائيل عدوته وبقولها علنا، بس إسرائيل ما عملت فينا اللي عمله حزب الله والسلطة بلبنان. السؤال لإلكم: هل فعلا الفنانين عندهم مساحة إنهم يحكوا بأي إشي بدهم إياه؟ لأنه أحيانا إحنا بنشوف الفنانين مطالبين إنه يحكوا بالسياسة، أو اعملوا للسياسة أكتر، أو احكوا عن السياسة أكتر. وبالحرب طلب من راغب علامة إنه يحكي وما حكى، وأحيا أكتر من حفل خارج بيروت. في أحيانا فنانين بيحكوا سياسة بنحكي لهم ما تحكوا سياسة، بس لما ما يحكوا سياسة بيصيروا يحكوا لهم احكوا سياسة. وإيش الحل؟